سلام حبيبتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيت اليوم ندير معكم طبق بزاف بنين اللي هو شوفلوغ بصدر تاع الدجاج. صدقوني، ما يبانش الشوفلوغ في هذه الوصفه كامل. لاصوص درتها بيضه بالحميصه. يعني جا طبق بزاف بنين مليح للضياف ولا تحبوه لشهر رمضان المبارك. نروحوا المقادير الوصفه بسم الله. عندي حبه بصل، عندي ثوم، الحميصه وشوفلوغ صدر تاع الدجاج والمعدنوس. نجيبوا اطراف الدجاج، كل واحد يدير حسب العائله تاعو. نديروا لهنايا الملح والزيت ونحطوهم على النار. نجيبوا لهنا شوفلوغ بعد ما كنت فورته، نضيف نمرسو يعني بالفرشيطه ولا بهذه الاله كيما تحبوا، يعني كل واحد يدير واش عنده في الدار. وصفه بزاف بنينه. لهنا في الشوفلوغ واش ندير؟ عندي لهنا نصف صدر دجاج، ما درتش صدر تاع الدجاج كامل، درت نص تاعو. عندي ملعقه كبيره تاع بصل، عندي ملعقه صغيره توم، والمعدنوس. نزيدو الكمون اللي يحب بزاف الشوفلوغ، يحب بزاف الكمون. انا درت تابل فيه 7 بهارات، ودرت ملعقه تاع الفرينه. نديرو الملح. نخلطوا كامل المكونات مع بعض. لازم لهنا ديروا بيديكم باش تعرفوا المكونات كامل دخلت في بعضيتها. نرجعوا للكوكوت، نبقاو نقلو في الدجاج، يعني نخلوه يطلق شويه الماء تاعو ويدي ديك التحميره، باش نضيفوا عليه البصل والثوم والحميصه وليزيبيس. طبق ساهل ومليح بنين. لا نضيفوا له الثوم والبصل، نزيدوا الحميصه، نروحوا ليزيبيس. عندي لهنا كمون، وعندي شويه تاع راس الحانوت، ودرت كاري دجاج. انا الملح لهنا درته في الاول باش الدجاج يبقى بنين. نبقاو نخلطوا مليح في المكونات اللي عندي ونضيفوا لهم الماء، يعني نمرقوا. نغطوا الكوكوت، ولا هنا راهي طابت لي لاصوص، نضيف لها معدنوس ونغطيها ونرجع نكملوا الشوفلوغ تاعنا. جبت لنا حبه بيض والفرينه ولا شابلوغ اللي هو الخبز اليابس مطحون. نحكموا هكا كويره ونديروها هكا دي بودان، ولا تحبوا ديروا كويرات، يعني لكم الاختيار. انا اخترت هذا الشكل. نغطسوه في الفرينه ومن بعد نديروه في البيض ونكملوا نديروها في لا شابلوغ كما كنتوا تشوفوا. انا صراحه ولادي ولا الزوج تاعي ما يحبش الشوفلوغ، ما يحبوش كامل. في هذه الوصفه خليتهم كلاو كملوا. من بعد عجبهم بزاف. لي ماما زيدي لنا، زدت لهم قلت له حنوني واش راك تاكل؟ قال لي ماما الدجاج. قلت له ايبا هذا ماشي دجاج، هذا او شوفلوغ. ولاو يضحكوا. هذا الطبق نضمن لكم انه رايحين ياكلوا الشوفلوغ وما يحسوش به. نديرو في الفرينه ومن بعدها في البيض والخبز اليابس. نكملوا كامل المكونات، نحطوهم في الكونجيلاتور مده ساعه ومن بعد نجبدوهم ونقليوهم. نكون سخنت الزيت، يعني ما نديرش سخونه بزاف، ماشي باسكو كي نحطها يعني يتحرق لي غير الطبقه الفوقانيه. وما تنساوش بلي ان احنا الدجاج لهنا رانا دايرينه اخضر، الوغ صافي نقصوا للزيت ونخلوها طيب في غرضها. نبقاو نقلبوا فيها حتى تدينا هذا اللون الدوغي. نحيوها نخلوها يقطروا من الزيت. وهاوليك البلا تاعي في طبق التقديم. هذه هي الوصفه تاعنا اليوم. صدقوني جات بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله لا فيديو يكون نال اعجابكم، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.